Assalamu alaikum. Hammalarına hoş vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun 2026-yil naq maydon taqdishimizniki eee, ikkinchi kuni. Unification was driving me crazy, so I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. جلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما تقول وخير مما نقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا توكلنا عليك يا الله اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية للنهاية اللهم اكتبنا عندك من العتقاء من النار يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا الله ولا مبتلا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا بعيدا إلا قربته ولا عاصيا إلا تبت عليه وقبلته يا الله يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتهم وأزواجهم من النار يا أرحم الراحمين يا رب انظر إلينا في هذا الوقت المبارك نظرة رحمة حتى لا نشقى بعدها يا الله يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة رحمة يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة رضا يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة حنان يا حنان ويا منان يا ذا الجود والإحسان اللهم اجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع واجعلنا من الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يا رب إنا نعلم أن
تتجلى على عبادك في هذه الساعة المباركة، وهي أحب الساعات إليك يا الله. اللهم أكرمنا بها يا أكرم الأكرمين. نعلم أنك تستجيب الدعاء في هذه الساعة يا الله. يا رب إنك تنادي عبادك في هذه الساعة المباركة فتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا يا الله، واستر لنا عيوبنا، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا لك تائبين، لك ساجدين، لك عابدين، لك حامدين مخبتين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا راحم العبرات. اللهم اكتبنا من الذين أعتقت رقابهم يا رب من النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا الله. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب يا الله، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا يا الله. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله نورا لنا في قبورنا وفي حشرنا ونشرنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا راحم العبرات، يا كاشف الغمات. اللهم يا غافر الزلات، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مقيل عثرات العاثرين. اغفر زلتي وارحم ذلتي واجبر كسرتي يا الله.
اللهم اجعلنا ممن لزم ملة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سنته وسبيله. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به يا الله. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعصمنا من الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر وما بطن ونق قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تباعة لأحد يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم، ونسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة يا الله، والفلج بالصواب من كل حجة يا أرحم الراحمين. ونسألك العدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل يا الله. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني يا الله. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا وأشغلنا بالاعتبار في أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمنا من زماننا هذا وإحداق الفتن وتقاول أهل الجرأة علينا واستضعافهم إيانا يا الله. اللهم اجعلنا منك في عياد منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغنا آجالنا معافين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
واغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. خذ يا رب بنواصينا إليك، دلنا بك عليك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم نقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا الله. اللهم انظر إلى قلوبنا نظرة رحمة حتى لا نشقى بعدها يا الله. أنت العليم بحالنا، أنت الرؤوف بنا، ما لنا ربا سواك، ما لنا مولا سواك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا الله. اللهم اقبلنا في هذا الشهر الكريم يا الله. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك وأنت راض عنا يا الله. اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأنت راض عنا.
يشغلنا بسواك وفرحنا عند لقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يشغلك سمع عن سمع، ويا من لا يغلقك كثرة الداعين، ويا من لا تتبرم من إلحاح عبيدك عليك، ارحمنا رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك. ربنا تقبل منا واقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، أغثنا توكلنا عليك يا الله. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية للنهاية. اللهم اكتبنا عندك من العتقاء من النار يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. ثبت قلبنا على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا الله، ولا مبتلا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا بعيدا إلا قربته
ولا عاصيا إلا تبت عليه وقبلته يا الله. يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتهم وأزواجهم من النار يا أرحم الراحمين. يا رب انظر إلينا في هذا الوقت المبارك نظرة رحمة حتى لا نشقى بعدها يا الله. يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة رحمة. يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة رضا. يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة حنان يا حنان ويا منان يا ذا الجود والإحسان. اللهم اجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، واجعلنا من الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا رب إنا نعلم أنك تتجلى على عبادك في هذه الساعة المباركة، وهي أحب الساعات إليك يا الله. اللهم أكرمنا بها يا أكرم الأكرمين. نعلم أنك تستجيب الدعاء في هذه الساعة يا الله. يا رب إنك تنادي عبادك في هذه الساعة المباركة فتقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا يا الله، واستر لنا عيوبنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا لك تائبين، لك ساجدين، لك عابدين، لك حامدين مخبتين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا راحم العبرات. اللهم اكتبنا من الذين أعتقت رقابهم يا رب من النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا الله. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب يا الله، أن
تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا يا الله. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله نورا لنا في قبورنا وفي حشرنا ونشرنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا راحم العبرات يا كاشف الغمات. اللهم يا غافر الزلات يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مقيل عثرات العاثرين اغفر زلتي وارحم ذلتي واجبر كسرتي يا الله. اللهم اجعلنا ممن لزم ملة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سنته وسبيله. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به يا الله. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعصمنا من الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر وما بطن ونق قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تباعة لأحد يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم ونسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة يا الله والفلج بالصواب من كل حجة يا أرحم الراحمين. ونسألك العدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل يا الله. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني يا الله. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلوبنا
واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، وأشغلنا بالاعتبار في أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمنا من زماننا هذا، وإحداث الفتن وتطاول أهل الجرأة علينا، واستضعافهم إيانا يا الله. اللهم اجعلنا منك في عياد منيع، وحرز حصين من جميع خلقك، حتى تبلغنا آجالنا معافين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم يا حي ويا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. خذ يا رب بنواصينا إليك، دلنا بك عليك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم
والثوب الأبيض من الدنس يا الله. اللهم انظر إلى قلوبنا نظرة رحمة حتى لا نشقى بعدها يا الله. أنت العليم بحالنا، أنت الرؤوف بنا، ما لنا ربا سواك، ما لنا مولا سواك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا الله. اللهم اقبلنا في هذا الشهر الكريم يا الله. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك وأنت راض عنا يا الله. اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأنت راض عنا. اللهم لا تشغلنا بسواك وفرحنا عند لقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يشغلك سمع عن سمع، ويا من لا يغلقك كثرة الداعين، ويا من لا تتبرم من إلحاح عبيدك عليك، ارحمنا رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك. ربنا تقبل منا واقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، أغثنا توسلا
الهداية مع العناية من البداية للنهاية. اللهم اكتبنا عندك من العتقاء من النار يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. ثبت قلبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا الله. ولا مبتلا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا بعيدا إلا قربته ولا عاصيا إلا تبت عليه وقبلته يا الله. يا رب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتهم وأزواجهم من النار يا أرحم الراحمين. يا رب انظر إلينا في هذا الوقت المبارك نظرة رحمة حتى لا نشقى بعدها يا الله. يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة رحمة. يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة رضا. يا رب انظر إلى قلوبنا نظرة حنان يا حنان ويا منان يا ذا الجود والإحسان. اللهم اجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع واجعلنا من الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا رب إنا نعلم أنك تتجلى على عبادك في هذه الساعة المباركة وهي أحب الساعات إليك يا الله. اللهم أكرمنا بها يا أكرم الأكرمين. نعلم أنك تستجيب الدعاء في هذه الساعة يا الله. يا رب إنك تنادي عبادك في هذه الساعة المباركة فتقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا يا الله واستر لنا عيوبنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا لك تائبين لك ساجدين لك عابدين لك حامدين مخبتين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات
الزلات يا راحم العبرات. اللهم اكتبنا من الذين اعتقت رقابهم يا رب من النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا الله. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب يا الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا يا الله. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله نورا لنا في قبورنا وفي حشرنا ونشرنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا راحم العبرات يا كاشف الغمات. اللهم يا غافر الزلات يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مقيل عثرات العاثرين. اغفر زلتي وارحم ذلتي واجبر كسرتي يا الله. اللهم اجعلنا ممن لزم ملة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سنته وسبيله. اللهم إني أسألك